النادي الاهلي وادارته عليه جزء من الغلط. اللي يغور يغور، ومعاه امام عاشور. اكتر من 200 الف واحد تفاعل مع البوست. النادي الاهلي عنده القدره انه ينهي مستقبله كرويا. انك تديني برستيجي بتوب 5 ايه يالا؟ لا اراديا ونفسيا هيفضل شايف زيزو كخصم. بلح. لحد دلوقتي ما خدناش اي حاجه يا ابني من المهنه دي. اللقاء القادم الزمالك لازم يكسب عشان كايزر تشيفز ما ينطش. اسبوع محلي بس ايه نينجا. فوقتنا اللي فاتت دي. خلاص خلصتوا كلام، الدور عليا بقى. كان لازم حد يقف في صف امام عاشور، وانا بصراحه معاه وبقول ان مش هو لوحده اللي غلطان. النادي الاهلي وادارته عليه جزء من الغلط. ازاي وليه؟ انت مجنون ولا ايه؟ رقم واحد، اللاعب غلطان غلطان. سوء فعل سوء فعل. سوء تصرف مع الامور حصلوا معاك، اتعاقب. وكده كده ما يقدرش يعمل اكتر من اللي عمله عشان عقده فيه 2.5 سنين، وعقبال ما يخلصوا هيبقى 30 سنة. والنادي الاهلي عنده القدرة انه ينهي مستقبله كرويا، والكلام ده كله بالعقد وبالقانون وباللوائح. ومحدش ليه حاجة عندي، بديك مرتبك وانت بيني وبينك ايه؟ طب انت عاوز تقول ايه؟ كلنا بلا استثناء جه علينا يوم وحسينا فيه ان احنا بيتاخد مننا شيء احنا الاحق بيه والاكفأ ليه، ولكن غيرنا بياخده على الجاهز. وده اللي حس بيه امام عاشور منذ انضمام زيزو. انا هنا مش بقلل من امكانيات زيزو على الاطلاق، زيزو لعيب كبير، لكني بتكلم على الموقف اللي حصل وشفناه كتير في اوروبا، وهي فكرة الجلاكتيكوس. ايه اللي بيحصل؟ بتجيب فرقة مدججة بنجوم كتيرة، بتحتاج شوية عوامل عشان تنجح بيها وما يحصلش ذبذبة، ما يحصلش بلبلة وينقلب عليك السحر. وده حصل الموسم اللي فات او اللي قبله مع ريال مدريد، اول مرة نشوف فيها مبابي مع المرينجي. حصل ايه؟ حصل ان فينيسيوس ساعتها انت فاكر كويس جدا كان ايه وفين جوه الفريق وبيعمل ايه، بينافس معاهم على الابطال وبالوندور والدنيا والتيت والشريط. اللي حصل تروح تجيب مبابي وهو نجم لا يعلى عليه، وتديله صلاحيات، امكانيات، عقد اكبر، شو اعلامي اضخم، والبروباجندا وهالة اعلامية وتسويقية كبيرة. وانا ده انا اللي كنا مع بعض على الحلوة والمرة والهنا، تسيبني كده وتبيعني في الهوا؟ ده نفس الكلام اللي بيحصل مع اي فريق فيه نجمين، الاتنين هما نجم الشباك. امام عاشور اتحول مع زيزو من اللاعب اللي بينافسه، ده نجم الشباك في الاهلي، والعكس في الزمالك، ده بيقلد ده وده بيضايق ده. الاحتفالات والبلالين والقصة والموضوع مرة واحدة تجيبهولي عندي؟ طب عادي. طب واللي مش عادي بياخد حته من التورته بتديله ضربات الجزاء؟ انا في الموقف ده محتاج حاجتين علشان اعدي الازمه. رقم واحد، عقليه احترافيه، ودي اللي اتريقنا على صلاح فيها لما قال منتاليتي. رقم اتنين، احتواء، وده المفروض يكون من الجهاز الفني، والاتنين ما حصلوش. وبيني وبينك لو هنتكلم عن العقليه الاحترافيه دي، اخر حاجه تطلع من امام عاشور، لان الراجل ده رجع من اوروبا عشان اللغه. تاني حاجه، الراجل ده لو فعلا عقله احترافي بيعرف يتعامل مع الامور بعقلانيه شويه، وهي بنتكلم على المينتاليتي على رأي محمد صلاح، فكرة ان هو اصلا مش هيثير ازمة زي دي او يفكر انه يغضب او يتقمص ويلوي دراع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دي كلمة كبيرة جدا وما بيتلويش دراعه. خاصة اكتر من سبب، انت في موقف قوة. النهاردة انت عندك فرقة مدججة بالنجوم، امام عاشور بره، بن رمضان جاهز 100% وفت. تخيل بقى ان في لحظات زي دي اتكررت في الماضي، الاهلي كان محتاج اللاعب بتاعها زي عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وفعلا هم كانوا قوه اساسيه للفريق وبيشكلوا 70% من قوته وقوامه الاساسي، وتخلى عنهم عادي، عرض ده للبيع وده قال له ساعه وترد علينا، والقصه ما بتوقفش. وقيس كتير 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 من التاريخ لو رجعنا لورا. طب خد دي، الجمهور كمان مهما كان بيحبك كلاعب هيقلب عليك، وده بتشوفه من الريتش. اكتر من 200 الف واحد تفاعل مع البوست، الناس حبت القرار وبتدعم في ظهر الاداره. امام لو بيحسبها صح مش هيحتاج لضربة جزاء عشان يثبت انه الافضل، لانه فعلا الافضل. امام لو بيحسبها صح ما كانش يضغط على الاداره وعاوز يفتعل مشكله عشان ياخد جزء من صلاحيات الفريق، لانه مش محتاج ده. والاعلام والجمهور والدنيا كلها والعالم العربي والعالم الاوروبي عينه عليه وبيتكلم عليه. امام لو عنده فكر واثق من نفسه بشكل حقيقي مش هيبص لغيره او يقارن نفسه بحد، سواء زيزو او تريزيجيه.
امام كان ممكن يتعامل بشكل احسن، انا معاك في ده، ويروح للمدير بتاعه او مدير الكرة او الشخص المسؤول في الجهاز الفني، يا جماعة في واحد اتنين تلاتة وانا بعرف اعمل واحد اتنين تلاتة، وكنت هتقبل ده. ولكن هل امام عنده العقلية ان احمد السيد زيزو هو رقم واحد في ضربات الترجيحية في مصر وافريقيا تقريبا؟ وده مش معناه انك وحش، بل بالعكس انت جوه الملعب تاثيرك اقوى بكتير، وفنيا تعمل منه ثلاثة في الوقت الحالي. امام لو ناضج كفايه كرويا وفكريا ما كانش قفل تليفونه واتقمص وما راحش يسافر معاهم، لا ده كان يروح ويكسر الدنيا ويدغدغ الامور كلها ويرجع يتكلم او ياخد فعل بكل احترام ومهنيه واحترافيه. انت لاعب محترف وفي لعيبه بتقلدك وناس بتتابعك. الحاجه الوحيده اللي انا واقف فيها مع امام عاشور هي انك تديني برستيجي. اوقات كتير بتبقى انت بتبذل مجهود جبار وبتعمل كل اللي عليك، لكن محتاج حد يقدرك. امام عاشور هنا كان محتاج يحس بتقدير، محتاج يحس انه نمبر 1، محتاج يحس انه نجم شباك، مع انه مش محتاج يفرض ده او فعلا مش محتاج يحسه لان هو كده فعلا حاليا، لكن بينه وبين نفسه ممكن يتهز شويه في وجود نجم اخر ياخد منه حته من التورته، شو جماهير وصيت ونفس الاحداث، ده جاي من الزمالك زيي، جمهور الاهلي بيحابي عليه ضد الزمالك و فامام لا اراديا ونفسيا هيفضل شايف زيزو كخصم، وعمره مهما بين انه بيحبه بالاحضان وتعامل باحترافيه، وبرافو على امام في دي بصراحه، لكن جواه هيفضل بالنسبه له ده الشخص اللي كان المنافس والخصم بتاعي بره، والناحيه التانيه هناك كان مهم جدا يكون في تعليمات وكلام. يا جماعه اي ضربه جزاء او ركله حره في اختيارات وفي ترتيب، احس عين اي حد يطمع في اي كوره، وده الجزء بتاع امام عاشور اللي انا معاه فيه بصراحه. لكن تعامل الاداره كان صح. امام عاشور خد فعل خطأ جدا ممكن يضيع عليه كاس العالم، والاهلي ما عندوش مشكله يضيع مستقبلك. انا بقول لك اهو وهيبقى معاه حق، انا حر يا عم، رؤيه فنيه، هتلعب او ما تلعبش مع بيني وبينك عقد، وممكن لو جالك عرض ما بيعكش عادي، انا حر برضو. فامام عاشور الفعل ده هو اكيد راحت عليه نومه، اتمنى تكون راحت عليه نومه وما عملش كده. يعني اتمنى يطلع يعتذر، واصل راحت عليه نومه احسن بكتير من كل ده. على الاقل هيعتذر والغرامه وخلصت، مليون ونص شهرين من كام مليون، الله ربنا يزيدك، لكن هيبقى الموضوع سهل شويه. لكن النهارده الناس قلبت عليك، الاعلام بيقلب عليك، نادي الاهلي بتاعك قلب عليك، هترجع كل ده مره تانية ازاي؟ وهترجع للملعب مره تانية ازاي؟ الايام بتجري. النهارده الاهلي هيلعب، هيكسب، بن رمضان يعمل اداء عالي، يقول لك الله اللي يغور يغور ومعاه امام عاشور، مش واقفه عليك، مش عاوزينك، يلا بره النادي، بره بره بره، مش واقفه عليك، مش عاوزينك، اطلع بره النادي، بره بره بره. وده درس كبير جدا كلنا نتعلم منه، انك ممكن تكون الاحق والاكفأ، لكن سوء تعاملك وقرارك الخاطئ في وقت خاطئ يأذيك اكتر ما يفيدك، يضرك اكتر ما يدعمك. لازم تكون قوي الشخصية وواثق من نفسك كفاية انك تكون الافضل، وربنا هيكرمك. اوعى تقارن نفسك باي حد، اشتغل واعمل اللي عليك فقط وادعي، وربنا هيوفقك، وحب الناس هيجيلك من كل حتة ومن كل مكان. الاعلام كان بيتكلم عليه، الجمهور كان بيتكلم عليه، الدنيا كلها مقلوبة النهاردة. جمهور النادي الاهلي هو ظهره في هذه المواقف وبقوة وبشدة، مهما كان بيحبك في مبدأ وفي قيم هتتاخد مش هيتراجع فيها شيء. النهارده الجمهور كله اللي كان بيشيد وانا واحد منهم، انا عملت الحلقه اللي فاتت الجمعه اللي فاتت قعدت نص ساعه يا امام يا امام يا امام، افضل لاعب في القاره، افضل لاعب، ده فنيا، لكن بقى احترافيا مفيش، بلح، ابيض، فاضي بامانه. لكن فنيا يعمل من زيزو ولعيبه القاره كلها 3 4 10 لعيبه ممكن يديك فرصه واتنين، لكن بمجرد ما تلوي دراع النادي مش احنا بره. دي سياسه جمهور النادي الاهلي. ممكن نشوف مواقف مماثله ان النادي الاخر لو لعيب ماشي منه لا والنبي اقعد، لكن النادي الاهلي لا، ودي بنشوفها كلنا، مش محتاجين ان احنا نطبل بقى ولا نوجب مع حد، دي موجوده وبنشوفها كلنا. النادي الوحيد اللي مهما كان نجمك ساطع جمهوره قادر يعليك الضعف، ومهما كان ذوقك وحش مع النادي هينزلك لسابع ارض. فوقتنا اللي فاتت دي. ماذا بعد الغرامة 2.5 مليون جنيه واسبوعين منفردا في التدريبات؟ ياه، الواحد ممكن يوصل لمرحلة ان الخصم بتاعه الشهرين يكون من مليون ونص. الله يزيده والله، مش بنحسد بس وارد والله، ادعي يا رب. انت يعني زود مشاهداتنا ولايكاتنا واليوتيوب يزود اموالنا. لحد دلوقتي ما خدناش اي حاجة يا ابن المهنة دي. وخلي بالك السيناريو ده كله قصة ليك،
ودروس مستفادة. ليه؟ لأن مهنيا هي الكورة رياضة ترفيهية بنستمتع بيها، مش بتكون ضغط عصبي وحباية الضغط وتعب الأعصاب والسب والشتايم والخناق مع صاحبك الزملكاوي وصاحبك الأهلاوي. واللعيبة عايشة مع بعضها في أحلى الفنادق وبتسافر بأحلى الطيران وبتاكل وبتشرب وراكبة أحسن عربيات. مش بنحسدهم، ده المستوى بتاع اللعبة المادي، لكن بتكلم عليك أنت بترتكب ذنوب وأفعال كتير ومفيش يا ابني، فاستمتع بيها وما تخليهاش مصدر للضغط عليك. الاهلي عنده لقاء مهم جدا مع يانج افريكانز، يكسب يبقى 10 نقاط بنسبه 80%، يصعد قبل الجولتين الاخر ويريح نفسه بدري بدري. بالنسبه لبيراميدز عنده لقاء مهم جدا مع نهضه البركان بعد ما تعادل بره وخلاص بدا يبقى كعبه عالي شويه على الفريق ده. بيراميدز من الفرق اللي بقت تعمل صفقات واللعيبه بدات تفكر في النادي، فلوس وشهره والعين عليا وكمان بروح منتخب. لا وفوق كل ده تصريح حلو هنا تصريح حلو هنا، اخلي جماهير الاهلي تحبني جماهير الزمالك تحبني، يبقى انا معايا شهره وفلوس وجماهير كمان واحلى العيشه واحلى الفنادق واحلى النظام وفي سيستم وفي اداره حقيقيه في النادي ده. كلمه حق، والدليل الانجازات اللي بتحصل والمنافسه اللي بدا ان هو ينافس بيها وعليها. اما الزمالك والكونفدراليه في وضع لا يحسد عليه. المصري البورسعيدي متالق متصدر المجموعه. اللقاء القادم الزمالك لازم يكسب عشان كايزر تشيفز ما ينطش، لان الزمالك معاه 5 نقاط فقط بعد التعادل الاخير مع المصري. المصري كسب او تعادل في مصلحته يبقى هو اللي بيتفوق على الزمالك ويضمن الصعود بشكل برضو شبه رسمي. الزمالك هيخش في حزب بقى مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي ودوشه وقصه، والزمالك في امس الحاجه للفوز. كفايه اللي بيحصل في النادي ده وجماهيره استحملت كتير وتعبت. اكتر حاجه تضحكك في موضوع امام عاشور ده اللي يقول لك اصل هيلعب في التوب 5، اصل جاي له عرض اوروبي. توب 5 ايه يالا يا ده انت وهو، يا توب 5 ايه يا جماعه بالعقل كده. رقم واحد، الفرق الاوروبيه مش هتدفع فلوس في لعيب عنده 28 سنه، ده رقم واحد. الناس دي بتدور على اللعيب الصغير اللي هتستثمر فيه عشان تبيعه بعد كده وتكسب فيه. لعيب زي محمد صلاح وميسي ورونالدو والناس دي بتبقى كبيره وبتكمل عشان هو بنى تاريخ فعايش على حسه وهو في التوب فوق، يعني هو معاهم في اوروبا في المستوى بتاعهم، مش لسه هو 28 سنه في المستوى بتاعنا احنا وهيروح يتطور. ايه الكلام ده؟ الناس دي حمزه عبد الكريم النهارده الله اكبر ما شاء الله في برشلونه الفريق التاني، وبنسبه كبيره باذن الله الموسم الجاي نلاقيه مع لامين يامال. 18 كده حاجه حلوه اللهم صل على النبي، واللعيبه عنده العقليه وان شاء الله يستمر وربنا يوفقه. حمزه عبد الكريم اللي قال لك يا جماعه انتوا شايفين فيه ايه يا جماعه، ده بيعرفش يسلم الناس تتريق عليه هنا، لكن في برشلونه تعالى احنا عاوزينك، احنا عارفين هنعمل معاك ايه. وده فرق المستويات والعقليه، الناس دي عارفه بتعمل ايه، مش انت بلح ابيض. لاعب كره القدم مش مهتم بالتعليم مش مهتم بالدراسه، الكره بتاخد وقته تمارينه، مهم يطور العقليه ويطور الجزئيه بتاعت فكره وكيفيه اتخاذ القرارات مش اكتر ولا اقل. عشان نقفل ملف امام عاشور خلينا نقول نصيحه اخيره يمكن يسمعنا. لعيب موهوب وكبير ويمكن من احسن لعيبه جيله لو ما كانش الافضل، لكن في النهايه الموضوع في ايدك، يا تكمل كنجم وتعمل رصيد ليك عند الجمهور، يا تسيب اثاره الجدل تسيطر عليك وعلى افعالك وتضيع كل اللي انت بنيته في سنين. لان ببساطه الموهبه لوحدها مش كفايه، الالتزام والعقلية هم اللي بيصنعوا اللاعب الكبير. ولك من هذا الكثير من الأمثلة، لعيبة ما كانتش موهوبة ولا عندها حاجة تقدمها كرويا، ولكن بانضباط وجهد والتزام وجدول يومي وشغل جاد قدرت تكون في التوب. عشان كده خلونا نشكر صلاح من خلالي. شكرا يا صلاح انك استحملت نقد وهجوم كبير جدا لما قلت منتاليتي وعقلية اللاعب المصري والدنيا قامت ما عادتش يا بتاع نجريجيا مش عارف ايه. وجه اليوم اللي نقول فيه انك كان معاك حق، وانا متاكد ان كمان هيجي يوم ولما تعتزل هيقول لك يا كان عندنا لعيب بينافس في التوب 5، كان عندنا لعيب بينافس على افضل لاعب كل موسم، كان عندنا لعيب بيسجل فوق ال 30 هدف عادي في السنه. ولكن ساعتها هتبقى ماضي ومش هيحسوا بقيمه الشخص غير لما يروح منهم. ببساطه عشان انت دلوقتي بتبص للمستوى الحالي وهو مره فوق مره تحت، لكن بعد ما يعتزل مش هيتبقى غير 300 هدف لمحمد صلاح مع نادي مش عارف ايه، اكتر لقطات محمد صلاح تاثيرا في مسيرته الكرويه، 50 هدف لكريستيانو رونالدو في الفرق الكبيره في التوب 5 في الدوري الانجليزي، وكل الاخطاء والقلاشات والكور الوحشه واللحظات التعيسه هتتنسي زيها زي اي لاعب. مشكلتك انك بتبص له في سنه دلوقتي، لكن لما يخلص محدش هيفتكر انه كان عنده 33 سنه، لكن الناس هتفتكر مين صلاح، عمل ايه، كان عامل ازاي، سجل قد ايه، والارقام هي اللي هتتكلم. اسبوع محلي بس ايه نينجا.
وتعالى نخش على حمزة عبد الكريم، والملف ده محتاجين نتكلم فيه في اكتر من نقطة مهمة. حمزة باذن الله يوم السبت هيبقى على موعد مع الفحوصات الطبية، والمفروض يكون في برشلونة بعد ما مضى عقد تمديد مع النادي الاهلي وراح خلاص على سبيل الاعارة لاسبانيا. الجميل في قصة حمزة عبد الكريم انه بيوريك ان احنا عندنا الخامات بس محتاجين الاعدادات. الدوري بتاعنا والمنافسات المحلية رغم العبث بتاعها وان احنا بنشتكي منها على طول ومش عجبانا، لكن عادي جدا تلاقيها 16 عالميا كترتيب دوري محلي، والتاني بعد الدوري السعودي اللي فيه نجوم مدججه يا باشا وملايين ومليارات بتتصرف في المنطقه. عادي جدا تلاقي لعيبتك كلها بدات تطلع بره من مصر، لا اكاديميات بقى ولا بيتاسسوا بره ولا مزدوج الجنسيه، لا لعيب طالع من المنافسات المحليه والعبث بتاعنا ده، طالع على مانشستر سيتي، طالع على برشلونه، طالع على فريق اوروبي، طالع على دول، طالع على البرتغال. ابراهيم عادل يجي له ختافي، حمزه علاء يروح برتغال، مش عارف مين يروح فين. وكمان 4 سنين مش كاس العالم اللي جاي اللي بعده مش بعيد، وهتقول احمد حسن قال لي مش بعيد تلاقي تشكيله منتخب مصر 11 محترفين، ولو قلشت يعني هتلاقي من 3 ل2 بس هم اللي محليين. واليوتيوب موجود وانا موجود باذن الله، يعني لو لقينا عمر ونصيب والحلقه موجوده ومش تتمسح، وهتشوف هتقول الراجل ده كان اعلامي كبير ومذيع عنده رؤيه فنيه وتحليليه قديره وعاليه جدا 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 جدا. انت مستني ايه؟ جدا عادي. فوقتنا اللي فاتت دي. فكل التوفيق لحمزة عبد الكريم، نتمنى محمد عبد الله، نتمنى بلال عطية، نتمنى عمر سيد معوض، نتمنى كل اللعيبه اللي هتطلع تاخد الفرصه وتروح تجرب. وخلاص احنا كسرنا الحاجز بتاع ده عنده 17 سنه وصغير على الاحتراف، الحمد لله بقينا نعمل زي الناس بره، ولامين يامال عادي عن 18 سنه يلعب اساسي الحمد لله. فيا جماعه سيبوا العيال تطلع، سيبوها تتأسس صح، على الأقل الراجل لسه صغير كمان كام سنة، حتى لو رجع يرجع لك وتد، يرجع لك أسد، يرجع لك حاجة. للأسف 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 الحاجة الحلوة بتصلح بسرعة، ولأن الحلو ما بيكملش. فكده أنا كمان كلامي خلص، وأشوفك في الحلقة الجاية من 5 محلي. كان معاك أحمد حسن، تصبح على خير. أحمد أون إير، أشوفك على خير. فوقتنا اللي فاتت دي.